شوف هذا ولي العهد الآن، ولي العهد الذي يظهر بجانب الملك محمد السادس، شوف الآنفة اللي فيه عمره 20 سنة. أقسم بالله هذا بيوريهم الويل. هذا الله بعد عمر طويل للملك محمد السادس. هذا الجديد مولاي الحسن الثالث كما يسمونه الإخوة المغاربة، الحسن الثالث، نعم قسما بالله يا أخي عليه ملامح صقر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما اريد اضربه عين، بس أأمل أن هذا سيكون قائد عظيم جدا من الكاريزما. شوف الكاريزما قلت لك تولد مع الواحد. هيا قارن يا القرش ولي العهد هذا، خليك من الملك محمد السادس، ولي العهد بتبو. شوف عندك جارتكم المغرب ما يطلع الملك ملك الا وقد كان ولي عهد، وشاف ابوه كيف يدير الدوله وكيف يعمل وكيف يصلح، ومنشئين فكريا ودينيا وعقائديا وسياسيا ودبلوماسيا ولغات، يعني بيطلع ملك. لذلك ما يتخبطوش. شوف كيف تدار المملكه المغربيه، وانتو عسكري يلطم عسكري، كل واحد يجي لك تبون بو تفليقه بو خروبه بو تخبيطه بن بله بن خرطه وش من دوله هذا حقكم؟ ما هذه هذا المشكله. نقول لكم هو هزيل، انا لا اهينه، انا انزله منزلته الطبيعيه فقط. ايش للامانه شوف والله ليس تزلفا لكم انتم كمغاربه، وليس يعني نفاقا، وليس مثلا انه انا ناقم على تبون، لكن والله لا يقارن. حتى إذا أنت الآن ستضع الملك محمد السادس، أنا أشوفه واضح وصريح، ما عندي، لكن كاريزما ملوك المغاربة شيء آخر تماما. تحس أنك أمام واحد ثقيل، كاريزما، هيبة. يا أخي شوف الرئيس أو الملك لازم يكون له هيبة.